ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه رد ايه ده ايه ده؟ ريحته صعبة، ريحته غريبة جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من هجرب واقولك. حلقة النهاردة هنجرب فيها مشروبات غريبة ومستوردة، مشروبات من 3 شركات، كل شركة جايب منها نوعين او 3 فليفرز مختلفة، وفي مشروب فيهم فيه فيتامينات. يلا بينا نشوف المشروبات. معانا اول منتج وهو ايس تي، جايب منه نوعين، واحد بالبطيخ وواحد بالباشون فروت والمانجا. تعالوا نجرب اول واحد بالبطيخ. نجيب كوبايتنا. ده شكله. المشروب ده جاي لنا تقريبا من تركيا، مكتوب عليه ايس تي كاربوز ارموالي، تقريبا بطيخ طبيعي ايس تي تقريبا، يعني مش متأكد، انا بفتي الصراحة. تعالوا نجرب. ريحته فيها ريحة البطيخ. تعالوا كده نصب جوه الكوباية. يعني لونه قريب شوية من فيروز الأناناس. تعالوا ندوق. طيب، هو في كده طعم الايس تي. لو انت دقت الايس تي قبل كده فهو في طعم الايس تي، فهو مشروب حلو. فيه طعم الشاي. البطيخ فيه بسيط قوي قوي قوي، يعني ما تحسش بيه. لا البطيخ فيه يعني افتر تيست بسيط قوي. معانا ده شكل التاني بالباشن فروت والمانجا، مكتوب عليه ايس تي مانجو في اكزوتيك مايف ارمولي ايس تي. برضو اللي فات كان مكتوب عليه، معلش يعني تعلم تركي، مكتوب عليه ايس تي كاربوز ارمولي ايس تي. ده مانجو في ايزوتيك مايف ارمولي ايس تي، يعني مانجا بالباشون فروت الطبيعي الايس تي. بتكلم تركي ولا ايه؟ يلا بينا نشوف. اعتقد هيبقى نفس اللي فات، ما فيهوش صودا خالص. معلش هنغير كوبايه يعني. لا احنا لازم نعمل ريفيو بقى، هنحط ده على ده، ما يصحش برضه. ريحته فيه مانجا قويه، انا متفائل بدي قوي. تعالوا نشوف كده شكلها وهي تنزل. طيب، الريحه بتاعته مانجا قويه جدا، في ريحه كده باشن فروت بسيط. اللي مش عارف، الباشن فروت دي فاكهه شكلها كده لونها موف مدوره، ولما تتفتح بتاكل من جواها بذور عليها كده طبقه من بره، بتبقى طعمها مزز قوي، طعمها واخد مزازه الكيوي كده شويه. تعالوا ندوق. طيب، ده في طعم المانجا باين قوي، وطبعا الايس تي الاتنين ما فيهمش صودا خالص، نفس الايس تي كده، في كده المزازه بتاعت الشاي، ومعاه طعم مانجا. الباشن فروت بيجي افتر تيست، في طعم المانجا على طول اول ما تاخد اول شفطه اول ما تاخد اول شفطه لحد الاخر، وفي الاخر كده في مزازه باشن فروت. نيجي للمنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده، وهو بعد ما انا جبته اكتشفت ان هو منتج مصري 100% في العاشر من رمضان. شكله كده شيك مختلف، وهو ده مشروب مكتوب عليه ان هو فيه فيتامينات. في منه انا جايب منه نوعين، واحد بينا كولادا واحد بلو بيري. تعالوا نجرب. هنجرب الاول اول واحد البلو بيري. زي ما انتم شايفين كده ده شكله، ومن فوق كده في غطا، فدي حركة حلوة الصراحة، عشان الحتة دي بتبقى دايما فيها بيجي عليها تراب وبتبقى مش نظيفة. دي فكرة بصراحة تحفة، لأن أي واحدة من دول أنا بجيبها بغسلها عشان أعرف أشرب منها. ده مكتوب عليه إن هو فيه فيتامين دي وبي 12. مكتوب عليه إن هو 100% طبيعي وبالبلو بيري، ومكتوب عليه إن هو فيه عسل نحل. متحمس له قوي قوي ده، مش عارف ازاي فيتامينات، يعني ما اعرفش بقى هيبقى طعمه وحش ولا طعمه حلو عشان فيتامينات. نجيب كوبايه كده برضه. ده الله، لونه ازرق جميل. ده
لونه. دي ميزه بقى ان احنا ندلق العصير في الكوبايه عشان نشوف لونه، يعني انا كده عايز اشوفه، عايز اتفرج عليه، لونه جميل، ريحته ريحه دواء الصراحه، فانا مش عارف، مش متفائل. تعالوا ندوق. هو مكتوب عليه ان هو فيه ستيم، فتعالوا نشوف ان هو فيه صودا. فاكرين كده في فانتا مره نزلت كانت لونها موف، تقريبا نفس الطعم بالظبط. هو طعم دواء كده، في بلو بيري طبعا بسيط قوي يعني، بس هو ما بقتش عارف هو طعم بلو بيري ولا طعم دواء يعني، بصراحه ما عجبنيش. تعالوا نشوف اللي بعده. طيب اللي بعده من نفس الشركه، اسمها في 7 بالبينا كولادا، ومكتوب عليها ان هي فيها فيتامينات بي 6 وبي 12، يعني فيها فيتامينات غير اللي فاتت. اللي فاتت كان مكتوب عليها دي وبي 12، اوكي، فده فيه فيتامينات غير ده، وطبعا مكتوب عليه 100% طبيعي، طعم طبيعي، ومعمول برضو من كده في النص، ده شكلها، وبرضو عليها نفس الغطا، نفس الشركة يعني، ما اكيد عليها نفس الغطا. هنشوف شكلها. لا لونه ابيض، لونه ابيض وفي حاجات بتلعب كده جوه، ده شكله. اللي مش عارف ايه هو البينا كولادا، هو بيبقى اناناس على جوزة الهند، وساعات بيبقى فيه كده سنة حليب او لبن يعني بسيط. تعالوا ندوق. طعم وحش قوي يا جماعه، طعم وحش قوي. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني عشان فيه فيتامينات يعني تأذي حاسه التذوق بتاعتي؟ لا وحش قوي يا جماعه، وحش قوي. طيب هو في طعم، عارفين يعني هو جوزة الهند موجود، بس قالب معايا كده سنه ان هو لبن، يعني في لبن مع صودا مع جوزة الهند مع اناناس، سنه اناناس، فحاسس ميكس كده صعب يعني، طعمه مش عاجبني خالص بصراحه. يعني مش عارف، لو فيتامينات كده مشروبات انا مش عايزها. ونيجي لاخر براند معانا او اخر شركه معانا من اليونان، بلد حزلقوم، بوليكاتا. مكتوب عليه ان هو زيرو شوجر، ما فيهوش سكر خالص، وما فيهوش سعرات حراريه، ما فيهوش كالوريز، وزيرو الكحول يعني ما فيهوش كحول. بينك جريب فروت، الجريب فروت ده اللي هو بيبقى شبه برتقال ولونه بينك، فاتوقع من جوه شكله لونه بينك. مكتوب عليه مكونات الجريب فروت الوردي، ومنخفض سعرات حراريه، وفي نكهات طبيعيه، واللون الجزر الاسود، جزر اسود، هو في جزر اسود؟ طيب تعالوا نشوف. لونه بينك خفيف قوي 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 قوي، يعني توقعت البينك بتاعه يبقى زي الازرق كده، بينك اقوى، بس هو بينك خفيف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ريحته صعبه، ريحته غريبه جدا، ريحته دواء فوار، الفوار اللي بيحطه ده اللي هو غالبا واحنا بطننا وجعانه ولا إيه؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ ريحته وحشه جدا. بقى تعالوا ندوق. طعم دواء برضو، مش عارف ايه حكايه الادويه، يعني جايبه من الصيدليه ولا ايه؟ هو في طعم دواء، وطعم الجريب فروت قوي فيه، وفي ستيم بسيط كده، في صودا بسيطه، والاول تحس ان هو ميه بسكر، في شويه طعم كده مزازه، وبعد كده يجي لك بقى الاطعمه اللي قلتها دي كلها، فهو وحش ما تجيبوش. نيجي للفليفر التاني او الطعم التاني من جرين، برضو من اليونان، عليه نفس الكلام بالظبط، وده بالموخيتو، ده شكله. تيجي تسالني بقى ايه هو الموخيتو، هقول لك ايه هو الموخيتو. الموخيتو ده بيتعمل عباره عن بيتحط ليمون على نعناع على 7 اب. تعالوا نشوف. مش عارف ليه حاسس ان الستيم بتاع ده اعلى شويه في شكله. ده ريحه منظفات، عارفين البريل بتاع الارض، نفس الريحه. تعالوا ندوق. ليه كده؟ يعني انا ليه اشرب حاجه زي دي؟ انا ليه اشرب حاجه زي دي؟ في موخيتو احسن من كده بكتير. لا وحش جدا، سيء يعني، مش هقول حتى تقييمه. هو طعمه في كده طعم غريب،
اكنك طعم، يعني مش عارف اقولها ازاي، هو طعم مسحوق، يعني مش طعم، هو فيه ريحه مسحوق، غريب جدا. ونيجي اخر واحد وسبته للاخر عشان انا بحب الكريز، بس انا مش متفائل بصراحه من الشركه دي كلها. لونه اسود كده وشيك، يعني المفروض بقى يعني ختموها مسك ويراضيني ويقول لي انا كويس وحقك عليا من اللي فاتوا دول طمعاني من العيله بس متبرين منهم، اي حاجه قول لي اي حاجه. تعالوا نشوف، وجايب له كده كوبايه خاصه يعني مختلف عن اللي فاتوا. يعني لو انت مركز هتقول لي دي كوبايه مختلفه عن اللي فاتوا. يلا بينا يا اختي، فارت. هروح اجيب منديل واجي لكم تاني. تعالوا نشوف، قلت هيراضيني فار اول ما اتفتح فار، يعني مش عارف لونه اهو زي ما توقعت، لانه كريز، يعني مش متفائل بس ادينا هنجرب. ريحته كريز قوي جدا، بصوا. طيب هو مش مضايقني، في طعم الكريز بس بسيط قوي، وفي ستيم فيعني لذيذ، بس بصراحة انا ما جربوش تاني. تعالوا بقى اقول لكم انهي واحد فيهم عجبني اكتر، هرتبهم لكم كده. طيب ده ترتيبي، طبعا دول انا بعيدهم عشان يعني هطلعهم بره الترتيب اساسا خالص، يعني احنا مش معانا. احسن واحد عجبني الايس تي اللي بالمانجا، يعني كان لذيذ. تاني واحد الايس تي اللي بالبطيخ. بعد كده الشيري مضايقنيش، يعني دول انا محتار ما بينهم، بس اعتقد هيبقوا كده، يعني هما الاتنين مش حلوين، بس يعني الجريب فروت الطف شويه من الليمون، ودول البلو بيري احسن شويه من التاني، بس يعني الصراحه الاتنين وحشين جدا جدا جدا. طيب لحد هنا وما خلصتش الحلقه بتاعتنا، هنعمل حاجه دلوقتي انا مش عارف اعملها ليه، بس يلا بينا. طيب جبت الكاس العذاب ده، بالنسبه لي بالنسبه للمشروبات دي هيبقى كاس العذاب. الكاس ده بتاع الكوكتيلات، طبعا الكاس ده مصنع في رومانيا، نزل ترانزيت في تايلاند. بصراحه الكاس ده هنا من مصر عادي، بهزر. طيب هنعمل ايه؟ طبعا انتوا عرفتوا ان احنا هنعمل كوكتيل. طبعا انا لو اعرف ان الحلقه بالشكل ده والمشروبات بالشكل ده انا ما كنتش عملت الفكره دي، بس يلا هنجرب، ما عنديش مشكله. تعالوا نحط الحاجات الملونه الاول على بعض، وبعد كده نحط الباقي. ايه ده بقى؟ اللون بقى رصاصي خالص، بصوا. يلا بينا ندوق. طيب هو اول حاجه جت كده، هو في ميكس، هتلاقي طعم من اول حاجه وبعد كده الثانيه وبعد كده الثالثه، وفي حاجات مش موجوده خالص، فهو انا استطعمت 3 اطعمه تقريبا. البلو بيري طاغي جدا، ماشي، والجريب فروت طاغي جدا، لان الطعمين دول قويين جدا. والشيري الثالث جه كده افتر تيست، فالثلاثه دول طعمهم طاغي قوي، الباقي كده ايه مدي على خفيف لان طعمهم بسيط قوي. وكده وصلنا لاخر حلقتنا. لو عجبتك الحلقه انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان نعرف الحلقه دي عجبتكم ولا لا، نعمل نفس نوعيه الحلقات دي تاني ولا لا، بيفرق معانا جدا. وما تنساش عايزين نوصل اخر الشهر ده ل 1000 سبسكرايبر، انزل اعمل سبسكرايب، انزل وبس كده. سلام.